السلامة تعني الحياة، وهي تبدأ من الانضباط والالتزام بالإرشادات. ولكن حينما نسير في الطريق نجد نوعين من الناس يستخدمان السكوتر وغيره من الوسائل. شاهد واحكم بنفسك وأخبرنا أيا منهما أنت. المستخدم المنضبط للسكوتر يضع السلامة في المقام الأول، يرتدي خوذته تحسباً لأي خطر. إنه يتأكد دائماً من عمل المكابح جيداً قبل الانطلاق، يضع كلتا يديه على المقابض. خطوات بسيطة يمكن أن تساعد على تحقيق مستوى عال من السلامة وقضاء رحلة ممتعة وآمنة. أثناء السير نرى أشخاصاً كمستخدم السكوتر على يمين الشاشة، لا يغامر بالسلامة ولو للحظة، لأنه ببساطة يسير في المكان المناسب وعلى مسافة آمنة ممن حوله. استخدام السكوتر ملائم لمن تجاوزوا سن 18 فقط، ولا يجب أن نسمح لأطفالنا باستخدام السكوتر حتى لا يشكل ذلك خطراً على سلامتهم وسلامة الآخرين. يسير مستخدم السكوتر المنضبط بتركيز عال وذهن حاضر، يتجنب أي أمور تشتت انتباهه كالحديث في الهاتف أو التقاط صور السيلفي. من لا يلتزم بقواعد السلامة قد يعرض الجميع للخطر، فوسيلة السكوتر لا تسع إلا فرداً واحداً يستخدمها بعناية، والإنسان المنضبط يتبع الإرشادات ليستمتع بالأمان. كما يحترم قواعد استخدام الطريق، فهو يستخدم الإشارات عند الانعطاف ويتحكم في السرعة، وهو بذلك يحمي نفسه والآخرين. قد تتسبب الأفعال غير المسؤولة في عواقب غير محمودة، فالمستخدم المنضبط لا ينشغل إلا بقيادة السكوتر. فإذا واجهته ضرورة ملحة مثل الحاجة للشرب أو الطعام، يراعي المستخدم المنضبط للسكوتر الحفاظ على سلامته أولاً، ويتوقف لإتمام ما هو ضرورة دون مغامرة. كل مستخدم منضبط للسكوتر على وعي تام بكل ما يتعلق بالسلامة، فاحترام إشارات المرور ضرورة قصوى ومؤشر حضاري. المستخدم المنضبط لا يخاطر على حساب السلامة، فلا يمكن حمل مواد ثقيلة وأنت تستخدم السكوتر. وضع السكوتر في المساحات المخصصة يعكس مدى تحضرك واحترامك لحقوق الآخرين. مستخدم السكوتر يجب أن يعي تماماً أن السلوك المنضبط للفرد يحمي مجتمعاً بأكمله. استخدمها بالشكل الصحيح لسلامتك وسلامة الآخرين.